السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل معاكم النهاردة سمك سنجاري بطريقة سهلة جدا وجميلة وهتعجبكم. معانا ان شاء الله السمك دوتي منضفينه وفاتحينه من الظهر، مش من بطنه، لا من الظهر زي ما انتوا شايفين كده. تمام. معانا سمكة تانية برضو فاتحينها من بطنها هنعملها. معانا بصل ومعانا طماطمايه ومعايا فلفل ومعايا توم ومعايا البهارات كمون وبهارات سمك وملح ومعايا ليمون وزيت. معايا هنا طماطم وفلفل وبطاطس لأرضية الصينية التانية. تمام. هنجيب شفشة الخلاط وهننزل فيه بالبصل والطماطم والفلفل والثوم والبهارات والملح وهنفرمهم في الخلاط. هنفرمهم في الخلاط فرمة حلوة. تمام. هنا بقى هنبتدي بقى ايه، نحشي بقى السمكة الأول اللي أنا فتحتها من بطنها اللي هتتحط في صينية، هتحط في صينية بطاطس. هنحط في الأرضية طماطم وفلفل والبطاطس وبهارات السمك وكمون والملح. تمام. وشوية زيت صغيرين هنقلبهم كده. وبعد كده هنجيب السمكة وهنحشيها من بطنها. هنحط البطروخ بتاعها في بطنها وبعدين نحشيها ونحشي الفتحات اللي احنا فاتحينها دي زي ما انتوا شايفين كده. بس يا ريت يا ريت يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والشير، واللي مشتركش يشترك ويفعل الجرس. هنا تمام. هنا بنحط البطروخ بتاعه عشان نحشي بطنها. نحط عليها شوية ليمون وشوية زيت على وشها. تمام كده. ونحط عليها شرايح ليمون على وشها. هنا الصينية جاهزة معانا، نحط عليها ورق زبدة وبعدين نحط عليها ورق فويل. ما ينفعش نحط الفويل المباشر، لازم نحط ورق زبدة. هنا بقى هنعمل السمك السنجاري. هنجيب ورق الفويل ونحط عليه السمكة ونفتحها كده، وهنقوم حاطين بطروخ. بس هنا انا نسيت احط هنا البطروخ، بس هنحطه في السمكة التانية. هنحط الحشوة ونفردها كده بالمقلعة ونحط شوية ليمون وشوية زيت وهنحط شرايح الليمون. هنقفل كده نحول السمكة بالفويل وبعد كده نحط شرايح الليمون على الوش زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنعمل السمكة التانية هاتي برضو عشان تشوفوها. هنحط البطروخ اهوتي وهنحط عليه بقى الحشوة. تمام. هنا جاهز اهوتي، هيدخل الفرن بقى. جربوه جميل جدا، هيعجبكم. الطريقة دي سهلة جدا وجميلة جدا وطعمه حلو. جربوه هيعجبكم. يا ريت اللي مشتركش يشترك ويفعل الجرس وما تبخلوش عليا باللايك والشير. هنا ما شاء الله جميل اللهم بارك. الطريقة سهلة جدا وهتعجبكم. هنا خلص اهوتي، طلعناه من الفرن وجاهز. وهنعمل بقى معاه شوية رز ابيض وما شاء الله بألف هنا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم، هو سهل جدا مفيش فيه اي حاجة. بهاراته شوية كمون وشوية بهارات سمك وبس، مفيش حاجة فيه يعني جديدة، هو زي كده وما شاء الله حلو هيعجبكم جدا. هنا السمكة بقى هيتي اللي احنا حطيناها على البطاطس والطماطم جاهزة معانا برضو. اللهم بارك، ما شاء الله جميلة جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم. ويا ريت اللي مشتركش يشترك ويفعل الجرس وما تبخلوش عليا باللايك والشير. حبايب قلبي ألف شكر، ما تحرمش منكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.